عرفت اللي حصل في ماتش الأهلي والبنك الأهلي؟ معرفتش؟ تعالى نقول. استنى بس قبل ما تيجي، لو ما عملتش متابعة اعمل لي متابعة واعمل لايك لو الفيديو عجبك. صباح الخير عليكم. امبارح النادي الأهلي كان بيلعب فريق البنك الأهلي، الماتش خلص فوز البنك الأهلي 4-3. كل ده مش مشكلة. بص الكورة دي ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، ما فيهاش أي شك. لو عدت من الحكم ما تعديش من اللاين زمان. أيوه بالظبط كده، في فار. طب الفار ما حسبهاش ليه؟ هو الحكم أخد وقت قد إيه عشان يسمع الفار؟ أقول لك بقى اللي حصل. تخيل إن الفار كان عطلان الكورة دي والحكم ما خدش ثواني عشان يسمع رأي الفار. كارثة صح؟ طب إيه الدليل إن الكورة دي بالذات الفار كان عطلان فيها؟ شوف هدف التعادل بتاع البنك الأهلي، الهدف الثالث، شوف الحكم أخد وقت قد إيه يراجع الفار، مع إن الكورة ما فيهاش حاجة وهدف صحيح 100%، يعني ما فيهاش شك. ولا رامي ربيعة جابها بإيديه ولا أي حاجة، ولا جت في إيد المهاجم بتاع البنك الأهلي ولا أي حاجة. الكورة هدف صحيح ما فيهوش أي جدال. قعد قد إيه عشان يراجع الفار؟ طبعا الموضوع ملوش أي علاقة بفيشة الكاتل اللي كانت بتتشال عشان فريق معين. أنا ما بتكلمش على الفريق المعين ده، ما هو الفريق المعين ده هو كمان اتغلب. الموضوع ملوش علاقة لا بأهلي ولا بالزمالك. الموضوع ليه علاقة بإن الكرة المصرية بتغرق وبتحتضر بسبب عقول بشرية ماسكة المنظومة، مش عارف هتودينا فين تاني، هتودينا ورا الشمس. طبعا مش هو ده اللي خلى النادي الأهلي يتغلب. أن الأهلي لو أخد حقه في الماتش ضربة الجزاء ديت اتحسبت ودخلت هدف، إن هتبقى النتيجة 4-2. كان هيبقى في فرق طبعا بين 4-2 و3-2 وبعدين 3-3. هيبقى في فرق ان 4-2 لو حتى هما جابوا جون هيبقى 4-3. انت قدامك فرصة ان انت تعدل موقفك، فكان ممكن يبقى الماتش ليك. الكلام دوت مش تبرير لهزيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي استحق الهزيمة. عمر كمال عبد الواحد ملوش أي علاقة بالهزيمة. كولر طلع قال أنا اللي حطيته في المكان دوت وهو مش مكانه وأنا اللي أتحمل المسؤولية دي. رامي ربيعة مش هتكلم عليه لأن الواحد اتكلم عليه كتير وزهق، وقلت إن رامي ربيعة مدافع من الطراز القديم بتاع اللي هو ارمي وشتت واضرب وشلت وشوط في أي حتة وخلاص على كده، ما يشغلش دماغه وبيلعب برجليه. ومش هو لوحده سبب الهزيمة برضه. موضوع الهزيمة أنا ما بتكلمش فيها، أنا بتكلم وبكشف حقائق بتحصل في أي مجال من المجالات، سواء كورة، سياسة، سواء كلام فيه. أنا بحاول أعرف الناس الحقيقة بالأدلة والبراهين. أنا ما بتكلمش من دماغي، أنا بجيب أدلة وبراهين بتنفي الكلام ده. أشوفكم الفيديو اللي جاي.